المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: السفارة الإريترية تؤكد وجود الطلاب الإريتريين في الصين في وضع صحي جيد. سيمينار للمرأة في الإقليم الأوسط في مكافحة الجريمة. تأهيل أعضاء وزارة الطاقة والمعادن. الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء دوريات بحرية جديدة بشأن ليبيا. مقتل 10 بينهم رجال شرطة في هجوم انتحاري في باكستان. والصين تعفي تجهيزات طبية أمريكية من رسوم جمركية. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت السفارة الإريترية في الصين وجود الطلاب الإريتريين المتواجدين للدراسات العليا في جمهورية الصين الشعبية في وضع صحي جيد وعدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا. وأوضح الطلاب الإريتريون المتواجدون في مدينة ووهان التي انطلق منها وباء كورونا أن الحجر الصحي الذي أعلنته الحكومة الصينية في المدينة أثر على حركتهم، لكنهم يتخطون التحدي باحترام الإجراءات الحكومية الصينية واتخاذ أعمال الوقاية والتعاون فيما بينهم. وشكر الطلاب المتابعة والدعم والتوجيه المقدم من السفير تساغاي تسفاتيون والمتابعة الجادة من الحكومة الإريترية. في غضون ذلك تقوم الجامعات في مدينة ووهان التي كانت في الإجازة النصف السنوية بتقديم الدراسة والمحاضرات عبر وسائل التقنية الحديثة لتمكين الطلاب من الدراسة عن بعد. وتضم مدينة ووهان التي انتشر فيها فيروس كورونا أكثر من 25 جامعة وكلية. نظمت شرطة الإقليم الأوسط سيمينارا يوم 18 من فبراير الجاري لعضوات الاتحاد الوطني للمرأة في 13 مديرية بأسمرة والوزارات والاتحادات الوطنية لمكافحة الجريمة والحد من الحوادث المرورية. وأوضح قائد شرطة الإقليم الأوسط العقيد بياني إسحاق أن الهدف من السيمينار هو ضمان تأمين سلامة الإنسان والممتلكات وتعزيز دور المرأة عامة والأمهات بصفة خاصة. وقال إن مهام الشرطة تنجح عبر المشاركة الشعبية، موضحا بأن الجرائم والحوادث التي تقع تتسبب بأضرار جسيمة على الأرواح والممتلكات، داعيا عضوات الاتحاد للعمل لضمان سلامة محيطهن مثل الجهد الذي يقومن به للحد من العادات الضارة. وأوضح مصرع 37 شخص بالحوادث المرورية العام الماضي في الإقليم الأوسط و87 شخصا بالحوادث الطبيعية وإصابة أكثر من 800 بجروح متفاوتة وتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 24 مليون نفع. من جانبها أوضحت مسؤولة الشؤون السياسية في الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط السيدة سلومي جبرسلاسي أهمية السمينار وداعية المشاركات لتعزيز المساهمة لضمان أمن وسلامة محيطهن. وأكدت المشاركات في السمينار أهمية مشاركة جميع المواطنين في تأمين السلامة والأمن التي تقوم به الشرطة، وسيعملن لتقوية التعاون. نظمت وزارة الطاقة والمعادن دورة تدريبية استمرت شهرين ل70 من أعضائها القدامى والجدد، تضمنت دراسة نظرية وتطبيقية في التخطيط والطاقة وتوسيع الطاقة البديلة. وأوضح المدير العام لقسم الطاقة في الوزارة المهندس تسفاي زكرياس في ختام الدورة في 18 من فبراير الجاري بأسمرة أن الدورة التدريبية تركزت على التقان الحديث للطاقة البديلة ومشاريع الطاقة. وأكد المشاركون في الدورة بأنها تساعد للعمل لتطوير الطاقة البديلة وتوظيفها لمصلحة الشعب. وشارك في الدورة التدريبية أعضاء من وزارة التنمية الوطنية وهيئة الكهرباء. أوضح مكتب التعليم في مديرية الدخالة تحسن العملية التعليمية في المديرية نتيجة الجهود المبذولة. وأوضح المكتب في التقييم الذي أجراه تدني مقاطعة الطلاب للدراسة والمشاركة الجيدة للإناث في التعليم. وأشار التقييم إلى أن نسبة النجاح في النصف الأول من العام الدراسي بلغت 81%. وذكر مسؤول التعليم الأساسي في الإقليم الجنوبي الأستاذ سولد أبراهام القيام بتقييم جاد للتعرف على القصور والمميزات للدفع بالعملية التعليمية. ودعا الاجتماع لسد نواقص التعليم وبناء سور للمدارس.
أوضح سكان بلدة فورو بأن مشكلة الكهرباء قد حلت جزئيا في البلدة. أوضح السكان لوكالة إرنا إعادة التيار الكهربائي مجددا بعد تركيب الحكومة لمولدات جديدة بعد تعطل المولد السابق. وذكروا بأن الخدمات الكهربائية المقدمة من الساعة 6 صباحا وحتى 11 ليلا بأسعار رمزية تسهم كثيرا في تحسين حياتهم المعيشية وأنشطتهم التجارية، معربين عن أملهم بزيادة ساعات الخدمة. وقال مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة أن الحكومة خصصت مولدين عام 2018، وبعد تركيب الأعمدة والأسلاك بالمشاركة الشعبية القوية بدأت الخدمات الكهربائية في شهر ديسمبر عام 2019. ودعا السكان لترشيد الاستهلاك ودفع مستحقات الكهرباء في أوانها لضمان استمرارية الخدمة. وتبعد بلدة فورو التي تقطنها حوالي 900 أسرة تبعد مسافة حوالي 48 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة مصوع. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا، وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها. ومثل هذا القرار انفراجة بعد مفاوضات عقيمة على مدى أسابيع وتحذيرات من خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء مما قد يترك مصير ليبيا لتركيا وروسيا. وقال دبلوماسيون أن سفن الاتحاد الأوروبي ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح بعيدا عن طرق الهجرة، وذلك في حل وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدي أي مهمة بحرية إلى وصول مزيد من المهاجرين إلى أوروبا. وعبر بوريل عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس، وقال أيضا أنه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبي بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا، والتي ما زال يتم عبرها توريد المدفعية. وحذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة يوم الأحد من أن حظر السلاح ليس له معنى لأن لا أحد يلتزم به. أسفر هجوم انتحاري قوي في مقاطعة بلوخستان الباكستانية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين بعد استهداف مسيرة في العاصمة الإقليمية، حسب ما أوردته الشرطة المحلية. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع وقالت الشرطة أن الانفجار وقع بالقرب من نادي كويتا الصحفي حيث تجمع العشرات، وأضافت أن ضباط الشرطة كانوا من بين ضحايا الهجوم الانتحاري. وأكد نائب المفتش العام مقتل الشرطيان أمسك بالانتحار، أحدهما كان سائق نائب مراقب الشرطة وآخر مجند، لذلك قضي 3 أشخاص من القوات الأمنية. وأكد مسؤولون في المستشفى أن بعض الجرحى هم في حالة حرجة. كشفت أرقام رسمية الثلاثاء أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد قد بلغت 1868 شخص في الصين القارية بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي. وتعتبر السلطات الصينية أن انتشار الفيروس قد بدأ ضبطه، خاصة أن أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو الآخر. وأعلنت الصين إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل. وكشفت لائحة أشارتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 2 مارس. النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.